السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شلون الصحة؟ يا رب تكونون بخير. اليوم جبت لكم وصفة سهلة وبسيطة وبها الكثير من الفوائد. أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقال: التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. التلبينة بها الفوائد كثيرة، منها للمفاصل، للاكتئاب، للحزين. نبدي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف 2 كؤوس من الحليب السائل الدافي و3 ملائق من دقيق الشعير أو طحين الشعير، ونخلطه كل زين لمن يروح كل هذا التكتل. طبعا الشعير بكلش هواي فوائد، من ألياف تحافظ على نسبة السكر وتفيد أمراض السكري، وتفيد كذلك في تخفيض الوزن، وتفيد المفاصل، وبيها الكثير من الفوائد. أنصحكم بتطبيق الوصفة. هنا نضيفها بقدر على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى لا تتكتل. منا لمن يثخن قوامها هنا نبدأ بيها تحريك، وطبقوها وطونا رايكم بالتعليقات، يعني كلش مفيدة. أنصحكم بيها، راح تستفادون منها كلش هواي. وهنا بدأت تثخن، تكون متوسطة الثخن، لا خفيفة ولا ثخينة. نصبها بماعون ونزينها حسب الرغبة، مكسرات أو حبة البركة اللي هي حبة السودة، ونزينها لازم نحط فوقها العسل. هنا صبيناها ماعون، وهنا ضفنا لها عسل. هي هاي مكوناتها التلبينية، هاي مكوناتها الرئيسية، مكونات بسيطة وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية. لايك واشتراك، تفعلون جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل ما هو جديد ومفيد إلكم. وأتمنى تعجبكم هاي الوصفة. وهنا تتزين حسب الرغبة، حبة البركة والمكسرات. وشكرا لكم ولمشاهدتكم ولمتابعتكم. مع ألف سلامة.